حبايب قلبي، النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض احلى عصير فراوله بالجزر يا حبايبي. حاجه مفيده جدا وحاجه هي بتفيد جسمنا وبتفيد جسم الاطفال قبلينا احنا يا حبايبي. وبدل ما نروح ما نشتري من بره، الحاجه احنا نعملها في البيت انضف واحسن كتير ما احنا نشتري من بره. زي ما انتم شايفين كده حبايبي، حاجه جميله جدا جدا وحاجه مغذيه وحاجه مفيده. طبعا كلنا عارفين ان الجزر مفيد وفي حديد، والفراوله برده فيها حديد، وطبعا احنا هندخل معاه اللبن يا حبايبي. فهيبقى حاجه جميله جدا جدا ان شاء الله باذن الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين. يا رب اكون عند حسن ظنكم واكون قادره اوصل لكم المعلومه وتكونوا بتستفادوا مني. ما تنسونيش تصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تذكروا لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله، وتحطوا اللايك يا حبايبي، حطوا اللايك. يلا بينا على المطبخ نشوف احنا هنعمل ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. واذكروا لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. النهارده حبايبي جايين نعمل حبه عصير فريش كده. حاجه جميله جدا يا حبايبي، وحاجه منعشه وحاجه مفيده لينا وللاطفال. هنعمل ايه حبايبي؟ انا معايا فراوله اهي، دي كانت في الفريزر، وجبت جزرتين كبار خرطتهم. ان شاء الله هنضربهم بالهاند بلندر حبايبي، وبعد كده هنصفيهم وهنشوف احنا هنعمل ايه تاني حبايبي. ربنا يصلح حالي وحالكم. حاجه من المفيده من الحاجات المفيده جدا. الفراوله والجزر. طبعا احنا عارفين الفراوله حديد والجزر برضو حديد. ما شاء الله حبايب قلبي، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. حاجه جميله جدا يا حبايبي، وحاجه مفيده وهتفيد الاطفال. حبايبي واخواتي اللي دخلوا القناه جديد، ربنا يبارك فيكم وما تحرمش منكم ابدا. ربنا يصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين. اذكروا الله حبايبي، لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد. حطوا لي اللايك يا حبايبي، حطوا لي اللايك، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اعملوا مشاركه للفيديو عشان القناه تكبر بيا وبيكم. يا رب المحتوى بتاعي يكون عاجبكم واكون فعلا قد المسؤوليه وقادره اوصل المعلومه. ما تنسونيش حبايبي في دعوه حلوه في الكومنتات. ربنا يشفيني ويشفي مرضى المسلمين اجمعين يا رب العالمين، ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين. هنسمي الله حبايبي كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وهنبدا نضرب ايه الجزر كده حبايبي. بس طبعا انا هضربه مع نفسي عشان خاطر الصوت ما بقاش عامله لكم ازعاج، وهنرجع تاني مع بعض بعد ما اضربه بالهاند بلندر. خليكم معايا. بصوا حبايبي كده انا ضربت الجزر زي ما انتم شايفين كده، وهنصفيه ان شاء الله مع بعض باذن الله واحده واحده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنسمي الله حبايبي كده ونصفيه. انا عايزه بس الميه بتاعته حبايبي زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله كده. كده حبايبي ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. انا عايزه الميه بتاعته بس حبايبي، حاجه جميله جدا حقيقي والله يا حبايب قلبي. يا ريت تجربوها حبايبي، مفيد جدا 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 للاطفال كمان ولينا احنا كمان يا حبايبي. حاجه من الحاجات المشروبات الصيف المرطبه والمنعشه لينا حبايبي. خليكم معايا ان شاء الله باذن الله حبايبي. اصفيه بس وهرجع معاكم تاني، خليكم معايا. بص حبايبي كده انا صفيت الجزر، خدت بس الميه بتاعته. هنسمي الله حبايب قلبي كده، ونحط ايه الفراوله زي ما انتم شايفين، وهنحط كمان ثانيه بس حبايبي، خليكم معايا ثانيه واحده بس. وهنحط كمان مقدار اللبن يا حبايبي، كوبايه مثلا، ماشي. من الحاجات المفيده جدا جدا يا حبايبي، يا ريتكم تجربوها حقيقي والله يا حبايب قلبي، هتعجبكم الاولاد هتفرح بيها جدا. اتقدمت قدام ضيوف يا حبايبي ما شاء الله يا حبايب قلبي، قدام الضيوف برضو حاجه من الحاجات اللذيذه جدا اللي تشرفك حقيقي حبايبي. السكر ثانيه بس اجيب السكر حبايبي. السكر طبعا حسب الرغبه، ما بدلكيش عيار للسكر، لان السكر حسب رغبتك انت حبايبي. عايزاها حلو بتعملي حلو، عايزاه باسل بتعملي باسل، ماشي زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله حبايبي ما شاء الله. اذكروا الله حبايبي، لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا ريت حبايبي ما تنسونيش في اللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. خليكم معايا حبايبي زي ما انتم شايفين كده، هنضرب بالهاند بلندر. خليكم معايا بس اخلصه وارجع معاكم تاني. بص حبايبي وكده بقى تمام. العصير بالفراوله بالجزر حبايبي من الحاجات المفيده جدا جدا، يا ريت تجربوه. طعمه لذيذ جدا وطعمه منعش حبايبي في الحر اللي احنا فيه ده. ربنا يرحمنا برحمته ويكفينا شر النار وعذاب النار يا رب العالمين.
ربنا يجيبنا من حر جهنم ان شاء الله باذن الله، ويصلح حالنا وحالكم وحال المسلمين اجمعين، ويشفيني ويشفي مرضى المسلمين اجمعين. يا رب اكون ضيفه خفيفه واقدر اوصل لكم المعلومه، ويا ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. يا رب الفيديو يعجبكم، واكون قادره اوصل المحتوى بتاعي، يكون فعلا عاجبكم حبايبي، ويكون فعلا قادره اوصل المعلومه وكونوا بتستفادوا مني. ما تنسونيش في دعوه حلوه، ما تنسوش اللايك يا حبايبي، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. خليكم معايا حبايبي، بس هصبهم وبعد كده هبقى معاكم، خليكم معايا. بصوا حبايبي، طبعا انا جبت الكوبايات اهيت وحطيت فيها القوالب التلج حبايبي زي ما انتم شايفين. ان شاء الله باذن الله هنسمي الله حبايبي، ونبدا نصب العصير يا حبايبي. نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم كده. اذكروا الله يا حبايبي، لا اله الا الله، سيدنا نبينا محمد رسول الله. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربنا يجعلنا نافع عليكم ولغيركم، ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين، واكون فعلا قادره اوصل معلومه حبايبي تكونوا بتستفادوا مني زي ما انتم شايفين كده حبايبي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. من الحاجات المفيده جدا جدا يا حبايبي حقيقي والله، يعني يا ريت تجربوه، وحاجه منعشه طبعا في الحر اللي احنا فيه ده، زي ما احنا متفقين مع بعض. ما شاء الله يا حبايبي، ما شاء الله. خليكم معايا يا حبايبي، خليكم معايا.